أعظم اجتماع كوني حدث في الوجود، أعظم رحلة في التاريخ، لقاء العظماء، لقاء رفيع المستوى، حدث بين أعظم رجلين في الدنيا، أهم شخصيتين في العالم الإسلامي، في أعظم مكان. متى التقينا؟ في رحلة الإسراء والمعراج. وأين كان موقع اللقاء؟ في السماء السابعة، عند البيت المعمور، عند نهاية الخلق فوق. في مكان أعظم. أما الشخصيتين تتوقع من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام، خير الأنبياء بعد محمد. شيء مدهش. في شخصيات أعظم؟ حدثني. لا يوجد ولن يوجد. فما أعظم اللقاء؟ تتوقع إيش كان الموضوع؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. أول ما شافه وسلم عليه قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ودك تعرف إيش التوصيات التي خرجت من هذا الاجتماع؟ وصية قادمة من المستقبل الذي سنؤول إليه جميعا. ويوصيه بهذه الأعمال. قال له: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني أرض صالحة للزراعة، وأن غراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من يبلغك السلام؟ اللي يحبك. فهذا أبوك إبراهيم مهتم بك، يسلم عليك. يعني يقول لهم: السلام عليكم من أبي إبراهيم الخليل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم عليه السلام. أي إحساس بالأهمية والمكانة يشعر به المسلم وهو يسمع أن إبراهيم خليل الله مهتم بالسلام عليه.